صباح الخير يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، والنهارده يا جماعه ببدا معاكم الفيديو من الاول خالص. اول حاجه انا كنت هعمل فطار، ولكن كان عندي شويه فاكهه كده في الاكياس فقلت افضيهم معاكم. كنت غاسله العلب البلاستيك دي، ودي علب التلاجة اللي عندي، فغسلتها كويس قوي، وبعد كده نشفتها بمناديل، وبعد كده حطيت مناديل، وبعد كده هحط الفاكهه فوق المناديل اللي تحت الفاكهه او الخضار يا جماعه في العلب البلاستيك بتساعد ان هي بتشفط الميه الزياده او بتشرب الميه الزياده اللي بتنزل من الخضار او الفاكهه. والميه الزياده اللي بتنزل دي اصلا هي اللي بتبوظ الفاكهه او الخضار، فالمناديل حلوه بتمتص الرطوبه. بعد كده الموز طبعا ما بيتحطش في التلاجة، فانا جبت طبق الفاكهه وحطيته فيه. وتعالوا بقى نعمل فطار سريع كده. انا مش عايزه اقول لكم الفتره دي معدتي تعباني قد ايه، فانا ما بفطرش غير عيش وجبنه بس. ودي الجبنه بتاعه دومتي كنت بوريها لكم ان هي لبن طبيعي. انا بطلت اشتري الجبن اللي هي بتبقى نباتي الدهن، زي مثلا عبور لاند او رودس. الحاجات دي انا ما بقيتش اشتريها خالص خالص، فانا بقيت اشتري الجبنه اللي هي معموله بلبن طبيعي، لان النباتي اللي بتبقى نباتي الدهن دي بتبقى مضره قوي قوي. فانتوا اشتروا الجبن، اشتروا فيتا عادي، ولكن اللي بتكون بلبن طبيعي. في برضه موتزاريلا بلبن طبيعي، في بيبقى من كل نوع جبن بتبقى شركات عاملاها بلبن طبيعي. بعد كده بقى كان عندي فاكهه اللي انا لسه رصاها معاكم دلوقتي فحطيتها. يعني انا بحاول اكل فاكهه على قد ما اقدر، لان دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعبنيش، هي والعيش والجبنه. فانا فاكهه وعيش وجبنه. وعملت شاي بلبن، لان انا بحاول على قد ما اقدر الفتره دي ان انا ابطل النسكافيه او اقلله، لان انا عارفه ان انا مش هقدر ابطله. فاخترت المج البينك التحفه ده، كنت شارياه معاكم ومبياه لكم. وبعد كده خلاص كنت عملت شاي بلبن. انا بغليه على النار، يعني بحب اغليه على النار، وهحلي بعسل، لان السكر بيتعب لي برضو معدتي. فانا زي ما قلت لكم بحاول على قد ما اقدر احافظ، لان بجد تعب المعده اللي عندي فظيع. فحطيت بقى الشاي باللبن، وزي ما قلت لكم حليت بالعسل وهقلب وبس كده. ده كان الفطار النهارده، فطار خفيف ولذيذ وسهل. لسه راجعه من بره، ولقيت وانا معديه كده مول شكله حلو قوي فاتح، كنت اشتريت منه حاجات قبل كده، فقلت ادخله تاني اشوف ايه الجديد فيه. انا دخلته يعني اول ما كان فاتح قوي ما كانش فيه بضاعه كتير قوي، ولكن دلوقتي ما شاء الله بقى عندهم حاجات كتير قوي. هو اسمه مول الشافعي ستور تقريبا، وفي حاجات تحفه واسعارهم حلوه. واحسن حاجه ان هم كاتبين الاسعار على كل حاجه. المهم هوريكم انا اشتريت حاجات بسيطه، يعني مش حاجات كتير قوي. بصوا، اشتريت اول حاجه السبراي ده من دابر امله، وده للاطفال. ده المفروض ان هو سبراي، بس يعني زيت بس على هيئه سبراي. وانا كنت محتاجه حاجه اسرح بيها كل يوم، فانا جبت ده. وجبت كمان الكريم بتاع بندولين. ده خلص من عندها اصلا، يعني ده كان عندها وبصراحه تحفه يا جماعه. بس هاتوه اللي هو يعني لو في منه كيرلي لشعر كيرلي، في منه للشعر العادي. انا عشان شعر بنتي عادي مش كيرلي، فجبت اللي هو مكتوب عليه نورمال او دراي هير، يعني للشعر الطبيعي والجاف. وده كان سعره 85 جنيه، وده سعره 75 جنيه، لا 70 جنيه يا جماعه. وده سعره 85 جنيه. معرفش ليه غالي كده قوي. انا كنت شارياه في العروض بتاعه شهر 12 اللي كانوا عاملينها. كانوا عاملين باي 1 جيت 1، وما كانش سعره كده، كان سعره اقل من كده. كمان الشفرات دي بتاعه كوين باي لورد، انا كنت جربت منهم اصدار تاني مش الشكل ده خالص وعجبني قوي. هو بس عيب الشفرات بتاعتهم ان هي بتبقى حاميه شويه، ولكن لو استخدمتوا شيفنج جيل او شيفنج فوم او اي حاجه يعني تعملوا بيها شيفنج مش هتعوركم. انما الشفرات دي عورتني قبل كده قوي، يعني عورتني طريقه جامده. فانا اشتريت شيفنج فوم، بس هي بصراحه تحفه والشفرات بتاعتها حاميه قوي، فانا اشتريتها تاني ودي سعرها 55 جنيه. ده اشتريت المناديل المبلله دي من وايت، ده حجمها كده، ودي سعرها 40 جنيه. بس ريحتها تحفه يا جماعه. انا اشتريتها قبل كده، اشتريت منها الباكت اللي هو بيكون صغنن بتاع الشنطه ده، ورجعت اشتريت الحجم الكبير منها لما شفت الريحه بتاعتها قد ايه تحفه. اقول لكم بقى ان القطن بتاع الميك اب خلص، فانا جبت القطن ده بتاع وايت، وده سعره 43 جنيه ونص. وانا ما جربتوش قبل كده، ما شاء الله يطلع ناعم وحلو. وسمعت ريفيوهات كتير قوي عن الليب بالم دي بتاعت بيور، فاشتريتها برده. هي سعرها تقريبا 13 جنيه حاجه كده، فاشتريتها برده علشان اجربها. واخر حاجه اشتريتها هو الطقم ده بتاع الرجلين كده. دي الحاجه اللي بتتحط بين الصوابع علشان تعرفي تحطي مانيكير كويس، ودي فرشه بتستخدميها في الباديكير، وتقريبا ده مبرد. اشتريت الباكت دي على بعضها، وده كان سعرها 25 جنيه، فسعرها حلو قوي قوي. والليب بالم دي تقريبا كان سعرها 13 جنيه. بس دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها، حاجات خفيفه كده ورفايع. فقلت عدى اشتري.
وريتكم بقى المشتريات وقلت خلاص هدخل اعمل الغدا لان انا كنت اتاخرت قوي. والنهارده انا هعمل اكله نفسي فيها من زمان قوي قوي، نفسي فيها ما عملتهاش بقالي كتير قوي بجد. يعني انا من اول ما اتجوزت تقريبا عملتها مره او مرتين، دي تقريبا المره الثالثه اللي اعملها فيها، وهي الكشري المصري. وانا لما بيكون نفسي فيه بشتريه من بره وخلاص، ولكن مش هعرف اشتري اي حاجه من بره الايام دي عشان معدتي تعباني خالص، فهعمله انا في البيت. عملت ايه بقى؟ انا هعمله اللي هو كشري الحله الواحده من غير حلل كتير قوي، ولكن والله العظيم عمل حلل، يعني عمل حلل برده، بس برده مش زي ما اسلق المكرونه لوحدها واعمل الشعريه لوحدها واعمل الرز لوحده. فانا حمرت هنا شعريه وبعد كده حطيت عليها الرز اللي هو معاه عدس اصفر. انا ما بحبش الكشري المصري بعدس اسمر خالص، فبعمله دايما بعدس اصفر. فانا زي ما قلت لكم حمرت الشعريه وبعد كده حطيت عليها الرز اللي مغسول هو العدس الاصفر، وبعد كده حطيت كمون وكزبره وحبهان وملح، بس ما بحطش فلفل اسود عليه. وهقلب ده كله مع بعضه. ولو عندكم، انا ما كانش عندي المكرونه سباكيتي فانا حطيتها في الاخر زي ما هو بيكم، ولكن لو عندكم نوع مكرونه تاني عايزين تحطوه اللي هي المرمريه اللي بتبقى صغننه قوي دي، فدي تحطوها دلوقتي تقلبوها مع الرز. ولكن زي ما قلت لكم انا ما كانش عندي الا السباكيتي، فانا هحط الميه، ولازم تكون ميه مغليه من الكاتل يا جماعه عشان الرز ما يعجنش والمكرونه اللي احنا هنحطها ما تعجنش. وبعد كده هحط المكرونه سباكيتي، هقسمها نصين كده واحطها زي ما هتشوفوا دلوقتي. كنت غاليه بقى ميه في الكاتل زي ما قلت لكم، هحطها وبعد كده هحط المكرونه وهقفل عليها واسيبها تستوي براحتها خالص. ويا جماعه الكشري ما تكترولوش ميه لانه بيعجن، يعني الكشري بيعجن قوي، فانتوا تقللوا مقدار الميه شويه صغننين قوي عن الرز العادي زي ما بتسوي الرز العادي. هي بتبقى التسويه واحده، ولكن الكشري بحسه بيعجن قوي، فانا بقلله ميه سيكه عن الرز اللي هو بيبقى عادي رز بشعريه او رز ابيض. بعد كده بقى هعمل الصلصه. وصلصه الكشري انا كنت بعملها ببصل، ولكن صلصه الكشري بتتعمل بتوم بس يا جماعه، ما بيبقاش، هي بتبقى لما بتتعمل ببصل بتبقى طعمها حلو، لكن مش بتبقى صلصه كشري. فصلصه الكشري بيبقى ليها طعم مميز عشان هي بتتعمل بالثوم بس. انا فرمت فصين توم، وبعد كده جبت حله صغننه حطيت شويه زيت وحطيت فصين الثوم اللي انا فرمتهم، وبعد كده احط معلقه من هريسه الشطه بتاعت هاينز. انا كنت شاريه البرطمان ده من رمضان، يعني عندي من رمضان، فحطيت معلقه علشان تبقى الصلصه سبايسي شويه. بعد ما هدي تشويحه للثوم والهريسه الشطه احط عليهم خل، وبعد كده هكون فرم طماطم واحط عليها عصير طماطم، وهسيب الصلصه كلها لما تغلي مع بعضها. وفي الاخر خالص يا جماعه نحط البهارات، لان انتوا لما بتحطوا البهارات على الصلصه من الاول فالبهارات ريحتها بتروح اصلا خالص وما بتبقاش باينه في الصلصه. فانا يعني خلاص الصلصه بتكون اتسبكت، فاضل لها حوالي 5 دقائق على النار، فانا بحط البهارات والملح في الاخر في اخر 5 دقائق خالص. انا هنا كنت عامله عصير طماطم تقيل شويه، فقلت هزود شويه ميه كمان علشان يغلوا مع بعض كده. بس هو صلصه الكشري ما بتزودش ميه، ولكن علشان بجد انا كنت عامله الطماطم تقيله قوي. هنا بقى كان عندي الحمص ده، انا كنت شايلاه من زمان قوي وكان عندي في الفريزر، وهو المفروض ان هو حمص مسلوق، فده اسهل ان انت تجيبي الحمص وبعد كده تنقعيه من قبلها بليله وبعد كده تسلقيه، ده بيكون اسهل يعني. ولكن انا ما كنتش عارفه، هو مكتوب عليه ان هو مسلوق، فانا ما كنتش عارفه ارجع اسلقه تاني ولا لا، ففتحته معاكي وكده قلت اشوف شكله من جوه، حسيت انه لازم يتسلق. انا كنت ممكن احطه في الميكرويف، ولكن حسيت انه لا، احطه اسقطه في الميه شويه يغلي شويه وبالمره يستوي اكتر. فحطيته على النار يغلي حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده طفيت عليه النار وصفيته، كان زي الفل. انما بصراحه ما حبيتش ان انا احطه في الميكرويف، او قلت لا احطه في ميه احسن يغلي شويه ومنها يستوي اكتر زي ما قلت لكم. هعمل بقى الدقه بتاعه الكشري. حطيت شويه زيت وحطيت عليهم توم، وبعد كده هحط كزبره. انا زي ما قلت لكم قبل كده انه دقه الكشري بحب احمر التومه بتاعتها سنه صغيره عشان تبقى غامقه شويه، ما تبقاش فاتحه، ما احسش ان انا بحط على الكشري ميه، فبغمق التوم شويه وبحط كزبره وكمون وملح وبحط عليها شويه خل وبزود شويه ميه وبسيبها تغلي غلوه واحده بس على النار، وكده خلاص بيبقى عندنا احلى دقه للكشري. عايزين تحطوا عليها شطه حطوا براحتكم. انا كمان قطعت بصل وحمرته، قطعته جوليان، وبعد كده رشيت عليه رشه ملح وحطيته قليته في الزيت، ولكن انا نسيت بصراحه اصور معاكم المقطع ده، فانا كنت حمرت البصل خلاص وكده خلاص. يعني الاكله ما بقاش فيها حاجه. بصراحه الكشري المصري يعني ليه طعمه في البيت بجد عن بره، يعني اختلاف 180 درجه. اللي بره حلو واللي في البيت حلو، بس بصراحه اللي في البيت بيبقى انضف كتير قوي. انا بصراحه بحب الاثنين، يعني بحب اللي بره وبحب اللي بعمله في البيت، الاثنين بيبقوا طعمهم حلو، هما الاثنين مش شبه بعض خالص، ولكن الاثنين بيبقوا طعمهم حلو قوي. هنا خلاص انا خلصت الدقه وكده، يعني خلاص ما بقاش حاجه في الاكل تتعمل، يعني الاكل دي ما بتاخدش حوالي نص ساعه بتكون كل حاجه خلصت. ده الكشري كان استوى، ودي صلصه الكشري كان طعمها تحفه يا جماعه. انا بسجل لكم طبعا بعد ما اكلت الكشري كان طعمه تحفه. هبدا بقى اغرف. انا بجيب طبق وبعد كده بحط الاول، رصوا زي ما انتوا عايزين يعني براحتكم. انا بحط الاول الكشري اللي هو المكرونه والرز تحت، وبعد كده بحط عليه الصلصه، وبعد كده البصل، وبعد كده الحمص زي ما هتشوفوا دلوقتي.
وكده يا جماعه بقى عندنا احلى طبق كشري عملناه في حله واحده بس، وما استخدمناش حلال كتير قوي، يعني ما عملناش المكرونه في حله والشعريه في حله، عملنا كله في حله واحده. وزي ما قلت لكم انتوا استخدموا نوع المكرونه اللي انتوا بتحبوه، جربوا يا جماعه الكشري بطريقتي وزي ما قلت لكم عليه بالظبط، ان شاء الله هيعجبكم. بس كده انا هنا كنت بفنش معاكم وخلاص الطبق، هرش بقى شويه بصل وبعد كده هحط الحمص وخلاص. كده فيديو النهارده خلص يا جماعه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان اللايك اللي بتعملوه بيخلي يوتيوب يرشح الفيديوهات بتاعتي اكتر. واعملوا سبسكرايب للشانل لو انتم مش عاملين، وانزلوا تحت في الكومنت قولوا لي رايكم في الفيديو، واكتبوا لي كمان يا جماعه افكار لفيديوهات اعملها لكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.